السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفة اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم اصابع البقلاوة او البقلاوة المبرومة باللوز. كتجي لذيذة ورائعة جدا، طريقة ناجحة وسهلة غادي تنال اعجابكم. خليكم مع المكونات وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بالنسبة للمكسرات فكتبقى اختيارية، بغيتو تستعملوا اللوز او الكاوكاو او القرقاع او البيستاج اللي متوفر عندكم او حسب الرغبة ديالكم. انا استعملت 400 غرام ديال اللوز. من بعد ما كنرطبو في الماء كنفسخو وكنشفو جيدا، وغادي نقليه في الزيت اللي هي بارده على نار اللي هي مهيله. غادي نخليه فقط حتى كياخذ واحد اللون ذهبي فاتح. ما كنخليوش يتحمر بزاف لانه باقي غادي يكمل طياب في الفران. صافي كنزولو وكنوضعو في واحد الاناء جانبا، وكنستمر حتى كنقلي الكميه اللي عندي كامله. بالنسبة للزبدة استعملت 260 غرام ديال الزبدة، خليط ما بين الزبدة النباتية والزبدة الحيوانية. بالنسبة للزبدة الحيوانية كتعطي واحد المذاق رائع لهاد البقلاوة هادي. غادي ندوبها فوق نار مهيلة، نخليها حتى كتذوب جيدا وكتطبخ حتى كتشرب او كيتبخر هذاك الماء ولا الحليب اللي فيها. وكنحصلوا على بوغنوازيت غادي نوضعوها جانبا. ثم غادي نطحن اللوز ديالي. هنا ما حاجتناش ان اللوز يكون بودر، فقط غادي نهرمشوه او نطحنوه في الهاشوار باش كنحصلوا على هذوك الطريفات ديال اللوز كيجيو مقرمشين في البقلاوه ديالنا. غادي نكهو اللوز ديالنا بملعقه صغيره ديال القرفه، وملعقتين كبيرتين من ماء الزهر، وملعقتين كبيرتين من الزبدة اللي حضرنا من قبل، وملعقة ونصف من العسل. ونخلط العناصر جيدا حتى كتندمج. صافي غادي ناخدو الورقة ديال الفيلو، غادي نفتحوها وغادي نبداو كناخدو ورقة بورقة. يستحسن انكم ملي غتحلوا الورقة ديالكم غادي تغطوها بواحد المنديل باش ما كتنشفش لكم وكتكسر. كناخد اول قطعة ديال الورقة ديال الفيلو، غادي ندهنها جيدا بالزبدة اللي حضرنا من قبل اللي ذوبنا على شكل بوغنوازيت حتى كندهنها جيدا. وغادي ناخد واحد القطيب او العود ديال الشواء، غادي نوضعو على هذا الشكل هذا في الطرف ديال الورقة وغادي نتني كيف ما كتلاحظوا في الصورة. ثم غادي نوضع الحشوة ديالي في الطرف على هذا الشكل هذا. نحاول ما نوصلهاش للجوانب باش ما يتحرقش ليا اللوز في الجوانب. صافي من بعد ما كنقاد الحشوه في الطرف على هذا الشكل هذا غادي نبدا كنلوي الورقه ديالي غير بشويه بالمهل على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا في الصوره. نستمر كنلوي على هذا الشكل حتى كنوصل للطرف الاخير، وغادي نبدا كنضغط لداخل كيف ما كتلاحظوا باش كنحصل على كتكمش لينا الورقه وكنحصلوا على هذا الشكل هذا ديال البقلاوه. صافي من بعد ما كنضغط على الجوانب غادي نزول هذاك العود ديال الشواء او القطيب كيف ما كتلاحظوا. غناخد الحربو الاول وغادي نوضعو في صينيه ديال الفرن اللي دهنتها بالزبده. صافي وكنستمر بنفس الكيفيه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. ندهنوا الورقه ديال الفيلو جيدا بالزبده باش كنحصلوا على ديك القرمشه ديال البقلاوه. وكنوضعوا القطيب ديال الشواء او دوك العويدات ديال الشواء حتى هما ممكن تستعملوهم وتوضعوهم في الطرف. كناخد الحشوه او اللوز ديالي اللي حضرت كنوضعو في الطرف على هذا الشكل هذا. كنحاول ندير واحد الكميه اللي هي متساويه وما نوصلهاش للجوانب لانه مازال غادي نقطعو هذوك الجوانب. صافي من بعد ما كنقاد الحشوه على هذا الشكل كنبدا كنلوي كنضغط فقط غير في الاول. من بعد صافي كنرولي ويدي مرخوفه بزاف
غادي نبدا كنرولي حتى للطرف الاخر وكنضغط لداخل هكا، كنضغط على الورقه باش كتعطينا ديك التكميشات، وكنحصلوا على بقلاوه مبرومه بهذا الشكل هذا. صافي كناخذوه وكنوضعوها في الصينيه ديال الفرن. في هذا الاثناء ملي كنت كنحضر، الفران كيكون مشعول على 170 درجه. صافي كناخذ السكين وكنقطع دوك الجوانب هكا باش ما كيتحرقش لينا الورقه، وكتعطينا واحد المذاق ديال المرار البقلاوه ديالنا. صافي غادي نزولهم وغادي نقطع البقلاوه ديالي. صافي كنبدا كنقطع هنا كل حربول كنقطعوه على 5 ديال القطع. كليكم ديروهم كبار او صغار على حسب الرغبه ديالكم. استعملوا واحد السكين اللي هو حاد. من بعد كناخذ الزبده اللي حضرنا في الاول، كندهنوا البقلاوه ديالنا من الفوق على هذا الشكل هذا، ندهنوها جيدا حتى كتلبس كامله بالزبده. عاد غادي ندخلوها للفرن اللي كيكون سخون على درجه 170. من بعد ما كندخلوها للفران طبيعه الحال كيكون سخون، كنخفضوا درجه الحراره ل 150 160 وكنخليوها حتى كطيب على خاطرها. كتاخذ واحد من 30 حتى 40 دقيقه. بالنسبه للفرن ديال الغاز فكندخلوا الصينيه ديال الفرن، كنسخنوا الفران اولا حتى كيسخن، وكندخلوا الصينيه ديالنا كنوضعوها في الطرف في الصف في الرف الوسطاني، وكنديروا النار اللي هي متوسطه. نخليو البقلاوه ديالنا حتى كطيب من الاسفل، من بعد كنحمروها من الفوق. انا هنا درت في فرن كهربائي، درت النار من الاسفل ومن الاعلى، ودرت المروحه على 160 درجه. من بعد ما كطيب كيف ما كتلاحظوا كنخرجها من الفرن وكنسقيها بالعسل. بالنسبه للعسل فكيبقى اختياري، يمكن لكم ديروا العسل او ديروا القطر اللي اصلا كتحضر به هاد البقلاوه، اللي كيتكون من كاس ديال الماء مع كاس ونصف ديال السكر وعصير نصف حامضه. نوضعوهم على النار نخليهم حتى كيطبخوا جيدا وكيعقد لينا داك الماء. من بعد كنخليوه حتى كيبرد. ملي كتخرج البقلاوه ديالنا صافي كنسقيوها بداك القطر. انا هنا فضلت نسقيها بالعسل، كتجي لذيذه ورائعه جدا. هنا بالنسبه للتزيين خديت اللوز كونكاسي كنوضعوه من الوسط على هذا الشكل هذا، والتزيين كيبقى اختياري وحسب الرغبه ديالكم. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البقلاوه ديالنا اللي حضرت معكم في الوصفه ديال اليوم. كتجي فعلا رائعه لذيذه ومقرمشه، المذاق رائع جدا. غير جربوها ما غتندموش عليها. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، ما تنساوش توضعوا لي لايك للفيديو واشتركوا مع معارفكم واصدقائكم باش تعملوا الفائده. وشكرا جزيلا على حسن المتابعه. وصفات قادمه ان شاء الله. في امان الله.